الشكال او عقارب البحر. النهارده الفيديو بتاعنا بيتكلم عن طريقة عمل الشكال او عقارب البحر على حسب كل بلد ما بتسميه. النهارده هنعمله بتتبيله جميله جدا، وازاي تطلعي منه احلى واجمل شوربه. يلا كده تابعي الفيديو معايا للنهايه علشان تشوفي هو بيتعمل ازاي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتعملي متابعه للقناه. اول حاجه هعملها هجيب الشكال، هغسله كويس قوي، ويا ريت انقعه قبلها ب10 دقايق علشان ينزل منه اي رمله. بعدين هجيب حبايتين كده بصل حجم متوسط واقطعه جوليان بالشكل ده، واجيب برضو حبايتين متوسطين من الطماطم واقطعها طرنشات بالشكل ده. بعدين اجيب نص كده قرن فلفل حراق واقطعه معاه كمان. هجيب الحله اللي انا هعمل فيها، هنزل فيها الحاجات اللي انا قطعتها بالشكل ده. معايا هنا معلقه كبيره من الكمون، ومعايا معلقه من البابريكا. معايا هنا مكعب من الجزر المبشور وانا مفرزاه. معايا هنا معلقه من تتبيله السمك، دي تتبيله انا عاملاها. هقلب كويس جدا، ومعايا معلقه كبيره من المستردة وهنزل بيها. ومعايا برضو 4 معالق كبار من الزيت. هاخد الخليط ده كده واقلبه كويس، ويا ريت لو تفركي بايدك كده فركه جامده علشان الخضار يتدبل معاكي ويبدا ينزل كل حاجه فيه يتفاعل مع بعض يعني. قلبناه كده بالشكل ده. شايفين بعد ما اتقلبت كويس جدا تحسي ان الخضار اتدبل معاكي وبقى شرب من بعضه كده وشرب من التتبيله. هبدا اجيب الشكال او العقارب انزل بيها اهي بالشكل ده، وهبدا ان انا اقلبها كويس جدا علشان تاخد من التتبيله وتتشربها. ممكن لو حابه ان انتي مش عاوزه تحطيها على النار على طول، ممكن تعمليها في التتبيله دي وتركنيها ممكن ساعه او ساعتين تشرب من التتبيله دي، هتبقى جميله معاكي وتحفه جدا. خلاص كده خلصنا بالشكل ده تقليب. اخدها بقى معايا كده على النار. شكلها جميل جدا يا جماعه، والتتبيله اللي احنا عملناها دي او خلطه الخضار دي بتديكي احلى شوربه واجمل طعم. حطيناها كده على النار. انا كده حطيتها على النار 5 دقايق وغطيتها. بين كل دقيقه والتانية بشيل الغطا واقلبها تقليبه بالشكل ده علشان الخضار يبدا ينزل ميته والتتبيله تتشرب من بعضيها. جميله جدا يا جماعه، شكلها يفتح النفس وطعمها كان جميل جدا. بعد ال5 دقايق خلاص كده اجيب بقى نص يعني كوبايه ميه صغيره وانزل بيها عليها علشان تعمل معايا شوربه. هنزل كده بالميه بتاعتي واقلبها تقليبه كده واغطي عليها واسيبها لحد يعني 5 دقايق كمان. هي مش بتاخد على النار اكتر من 10 دقايق او 12 دقيقة يعني. بقت معايا بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها تاخد كمان 5 دقايق لحد ما تغلي معايا ولحد الشكال ما يستوي. بعد ال5 دقايق شلناها اهي بقت بالشكل ده، والمية بدأت انها تقل فيها شوية. خلاص شلناها كده من على النار، طفينا عليها وجبناها بقى. بعدين بقى ابدأ ان انا اغرفها. شكلها جميل جدا يفتح النفس بصراحة. هتعمليها جنب اي اكل سمك انت عاملاه اهي بالشكل ده. الشكال بقى علشان اللي ما بيعرفش ياكله بتجيبيه كده وتقطعيه من النص وتبداي ان انت تقشريه بالراحه قشر قشره، وهي حقيقه ان هي لو ما خدتيش بالك منها ممكن تعورك. ده بقى الشوربه، تاخدي الشوربه تصفيها بمصفى كده رفيعه علشان تنزلي منها كل الخضار اللي احنا قطعناه. شكلها تحفه جدا يا جماعه، طعم جميل جدا. بالهنا والشفا على اللي هيجرب. كل سنه وانتم طيبين.